السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أعز الحبايب كده. تعالوا شوفوا هنعمل السيرب ازاي. ده رتل مية، رتل ونص مية على كيلو سكر، على كام حباية قرنفل كده يا جماعة للطعم يعني وكده. اهو بيخلي النكهة حلوة اهو. طبعا دوت هنحطه على البوتاجاز. بصوا هنحط عصرة ليمونة كده اهو، كله على البارد يا حبايبي. احسن شربات ينجح معاكي لو عملتيه بالطريقة دي اهو. طبعا انا عشان الكنافة والجلاش بيحتاج السيرب التخين شوية، لكن البسبوسة بتحبه سايل وكده. طبعا دوت عسل جلوكوز كده برضك يهدر، واروح حاطه معلقتين كبار او 3، ما بيخسرش. ده ما بيخليش السكر يسكر يا جماعة، يعمل حبيبات وكده اهو. الشربات لما بتحطيه في التلاجة ولو في حاجة معمولة غلط بيعمل حبيبات كده، دي لا، ده بيخليه ما يعملش حاجة ويبقى سيرب حلو كده ولونه ذهبي معاكي اهو. طبعا يا جماعة ولع عليه والسيرب يستوي، هنبتدي بقى في عمايل الكنافة. ارجع لكم تاني. ده نص كيلو كنافة كده يا حبايبي، نعمله كده مع بعض. طبعا انا مطلعاه من الفريزر، هفرولها كده وهفركها بالسمنة، وطبعا ارجع لكم لما نيجي نعملها وكده اهي. لازم تتحط في الفريزر اهو يا حبايبي. 3 معالق من السكر اهو. ده بنعمل الكريمة بتاعت الكنافة كده اللي هنحطها في النص. 3 معالق سكر مع النشا وتقليب مستمر عشان ما تكلكعش اهي اهي. طبعا احنا عايزينها ايه، الكريمة تكون تخينة شوية اهي يا حبايبي. طبعا هتبتدي تدخل معايا اهي، بسم الله ما شاء الله، تبقى حاجة زي العسل اهي. طبعا يا جماعة دي بتعتمد على التقليب المستمر اهي. بسم الله ما شاء الله، حاجة زي العسل اهي يا حبايبي. احط النشا يكون ايدي كده، التقليب المستمر. شايفين يا حبايبي اهو كده. ده الدرجة اللي هي مطلوبة ان المهلبية كده ولا الكريمة زي ما تقولوها بتبقى كده، تبقى تخينة كده. طبعا دي انا هحطها تبرد شوية جنب مني هتتخن اكتر، انا عايزاها كده. طبعا احط باكت فانيليا كده عشان برضو الريحة والطعم يا جماعة. احنا يهمنا نعمل كل حاجة حلوة لعيالنا، ربنا يخليهم لنا يا رب، زهرة حياتنا اهو كده. طبعا ده انا هطفي عنه خالص اهو. بصوا هطفي عنه خالص، وهقلب بقى السمنة مع الزبدة كده، انا مسيحاها مع الكنافة هي حبايبي اهي اهو يا حبايبي. بصوا كده الكنافة فرفطناها كده اهي، فضلة خيركم. بصوا الزبدة اهو، هي بتاخد كمية كده من الزبدة عشان ايه تبقى حلوة اهي. طبعا حاطينها جنبنا اهي. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. صلي على الحبيب قلبك يطيب، تصلوا على النبي في كل حاجة إيه ربنا يودع فيها البركة كده اهي يا حبايبي اهي يا حبايبي. بصوا طبعا انا حطيت السمنة ما عزتش تاني، السمنة اهي اللي فايضة من الطبق اهي. طبعا الصينية بتاعتي لازم اكون مغلفاها حلوة قوي كده
والسمنه تكون مش سايحه يا جماعه عشان الكنافه ما تلزقش. اهي هناخد كده بسم الله الرحمن الرحيم ونحط في الصينيه اهي، تحطه بتساوي يعني اهو. اضغطوا عليها جامد عشان تبقى الطبقه الاولانيه حلو اهي. اهي يا حبايبي اضغطوا كده اهو، تعملوا حرف كده للصينيه اهي يا حبايبي. اهي لازما الحرف ده عشان المهلبية ما تجيش على الحرف وتحرق لنا الصينية، واحنا مش عايزين حاجة زي كده، عايزين كل حاجة تتعمل حلوة اهي يا حبايبي. انا شايفة كده كفاية اهي بسم الله ما شاء الله. اهي يا حبايبي بصوا الكريمه اللي احنا عملناها نحطها كده في النص اهي بسم الله ما شاء الله، كل حاجه زي العسل اهي. بصوا يا حبايبي توزعي كده بالراحه عشان ايه المهلبيه ما تختلطش مع الجوانب وتبقى ايه اهي كده. بقى نحط اللي فوق الوش اهي يا حبايبي اهي بالراحه عشان ايه نجيب دي كده تاني اهي بالراحه بقى عشان المهلبيه اللي احنا حاطينها اهي اهي يا حبايبي. طبعا نمسح حرف الصينيه عشان مفيش حاجه تتحرق مننا اهي، نمسحها كده يا حبايبي عشان اي كنافه جت على الحرف بتتحرق واحنا مش حابين كده اهي. بصي تضغطي كده بسيط خالص اهي 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 يا حبايبي. بعد ما خلصت طبعا هنروح على طول على الفرن، هحطها على الفرن وما تستوي هرجع لكم اهو يا حبايبي كده. بصوا العسل الشربات اهو بقاله يجي ربع ساعه على البوتاجاز كده اهو يا حبايبي. ده طبعا العسل الجلوكوز، شوفوا المعلقه قد ايه بسم الله ما شاء الله اهو اهو يا حبايبي. حط معلقه كمان وخلاص، معلقتين كبار كده حلوين هما بيخلوا الشربات حلو اهو. واللي ما عندهوش عسل جلوكوز ممكن يحط طبعا يكتفي بالليمونه وبس، يعمله مظبوط بالمقادير المظبوطه يطلع حلو اهو. اقلب ده بقى ولما يستوي نرجع لكم كده واحنا بنسقي الشربات اهي يا حبايبي كده خلصت وطلعت من الفرن الحمد لله اهو. طبعا السيرب بتاعنا طبعا انا وريته لكم بيتعمل ازاي اهو. نسمي الله، هي لسه طالعه سخنه والسيرب ساقع خالص اهو يا جماعه. لازما حاجه من الاتنين تكون سخنه
يا الكنافه يا السيرب. اهو يا حبايبي، بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بسم الله ما شاء الله، كل حاجه زي العسل. طبعا انا ما بغرقهاش في الشربات يا جماعه، واللي عايزها مسكره قوي يحط سيرب اكتر. دي كل حاجه بتبقى ذوقيا من اللي بيعمل، اللي عايز مسكر بيعمل، واللي عايز دلع بيعمل. اهي يا حبايبي. اهو يا حبايبي، بعيد بس على الاطراف كده عشان هي اللي تملي بيبقى الشربات ضعيف فيها. اهي اهي يا حبايبي، انا شايفه كده بصراحه كفايه عشان ما تبقاش مسكره قوي تصد برضو. اهي يا حبايبي. بس كفايه كده، حلو رضا قوي. اهي الصينيه كده. اهي يا حبايبي، بصوا الكنافه اهي بعد ما اتعملت وخلصت على خير ان شاء الله. اهي يا حبايبي تخرطيها كده. طبعا اللي فوق الوش ده كنافه يا حبايبي، ده كنافه وفول سوداني مع شربات مع قرفه. اهي يا حبايبي، اهي يا حبايبي، اهي تعمليها كده برضو بالجاروف. اهي يا حبايبي، اهي بصوا بسم الله ما شاء الله، حاجه زي العسل. اهي اهي يا حبايبي، بصوا الكريمه اهي. بصوا اهي اهي يا حبايبي، طبعا دايبه دوبه اهي، الله اكبر، بسم الله ما شاء الله عليها. اهي يا حبايبي، اهي اهي يا حبايبي. بصوا بعد ما خلصت اهي، بصوا هو ده اللي احنا بنقول فيه. بصوا اهو بسم الله ما شاء الله، كل حاجه زي العسل قدامكم. بصوا يا حبايبي اهي، اهي بسم الله ما شاء الله، حاجه زي العسل، وحاجه انت اللي عاملاها لاولادك، والكيلو بقى بقد كده. لما تعملي لهم كده في بيتك وقدامهم، على فكره الاطفال يا جماعه بيفرحوا قوي قوي، بيحبوا يشاركوا. يعني انا ولاد ابني يحبوا اجيب لك كذا يا تيتا، اعمل لك كذا يا تيتا، كده بيبقوا فرحانين جدا يا جماعه، هم بيعملوا معايا. فلما تعملي في بيتك كده وولادك ياكلوها بالف هنا وشفا، احلى حاجه. طبعا يا حبايبي، آه، مش عارفه اقول ايه على الحلاوه اللي قدامي دي، والله بسم الله ما شاء الله، حاجه زي العسل، زي اللي بتتباع في المحلات واحلى، لان انت اللي عاملاها.
طبعا يا جماعه انا عجبكم الفيديو، ما تنسوش اللايك والشير وتكتبوا لي في الكومنتات بتاعتكم الحلوه، ويا ريتكم تجربوا الطريقه دي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا احلى متابعين في كل مكان.